لقاء وموعد مع المشاهير. والنهاردة معنا قصة فيلم أريد حلا، إنتاج عام 1975. واخرتها يا استاذ ابو الوفا، ايه الحل للموضوع ده؟ احنا من حقنا استئناف الحكم وسنستأنفه بإذن الله. ولغايه ما يتنظر الاستئناف ويتحكم في الاستئناف. اصل انا هربانه من البوليس زي المجرمين، زي اللي قاتل واللي سارق. يا ست هانم، هذا هو القانون. يتغير قانون ضد المنطق والانسانيه، يتغير يتلغي. بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والدنجوان رشدي أباظة. هذا الفيلم الذي غير قانون الأحوال الشخصية ولفت نظر القيادة السياسية لتغيير القانون، وبالفعل تم تغيير القانون، وبقى من حق المرأة أنها تخلع زوجها. قانون ضد المنطق والانسانيه يتغير يتلغي. انا مش هسكت، واذا كانت المساله عايزه مقابله وزير العدل هروح له. والوزير هيعمل ايه؟ العدل هو المختص بالتأكد من سريان القانون، وقد وضع هذا القانون سنة 1929، ومن يومها حتى الآن وهو يطبق على المئات بل الآلاف من السيدات مثلك. ناقش الفيلم حق المرأة في طلب الطلاق، بل وقف أيضا معها في المطالبة بالتعامل معها كإنسان له مطلق الحرية في تقرير مصيره من خلال شخصية الفيلم درية اللي هي فاتن حمامة. أول قانون اتعمل سنة 29 يتحكم فينا سنة 65. كان العالم غير العالم، التقاليد غير التقاليد يا أستاذ. الدنيا اتغيرت، كل شيء في البلد اتغير. تفضل الست هي الشيء الوحيد اللي يتحكم فيه قانون عملوه من 40 سنة. وهو ماله؟ خلاص يا دكتور. التي استحالت حياتها مع الرجل الدبلوماسي مدحت اللي هو رشدي أباظة، وهو يرفض طلاقها، فتلجأ إلى المحكمة الشرعية لرفع دعوى للطلاق. لكن كما نعلم جميعا قبل هذا القانون كانت تستمر القواضي عدة سنوات للحصول على الطلاق، ولكن كان بلا جدوى. وكان فيه أيامها قانون اللي هو قانون الطاعة، اللي هو الزوج يطلب زوجته في بيت الطاعة. وطبعا بسبب هذا الفيلم تغير هذا القانون، وأصبح للمرأة حقوقا تستمتع بها في الحرية في حياتها الشخصية والزوجية. وواجه الفيلم انتقادات كبيرة من التيارات الإسلامية، واعتبرته بأنه مؤامرة على الشريعة الإسلامية، وأن قرار الطلاق هو من حق الرجل فقط. وتم تغيير القانون، وأصبحت المرأة لها الحرية الكاملة في تقرير مصير حياتها الزوجية دون أي مشاكل.